أنا مصري، دي هوية إمم، عشان نقرّبها للناس، إمم، فباتعامل في حياتي كلّها من خلال الهوية دي، سواء بقى في لغة، في عادات، في تقاليد، في انطباعات، في نُكتة، يعني الحاجات حتى لو مش بتقولها، حتى لو مش طول الوقت بتقول برافو أنا مصري. عليكِ، لأنها خلاص built in زي ما بيقولوا. بالضبط، فلو بقى أنا الهوية بتاعتي إن أنا فاشل، مش أنا هاشوف أي نجاح. خالص ومش هاعمل غير كده، إمم، وباتعامل من خلال ده. فهنا كcoach بقى أنا بابقى دوري إن أنا إزاي أخلّيه هو يقدر زي ما أنتِ قُلتِ المراية، إمم، هو لوحده ياخد باله الفرق بين الbeing والdoing، وإنه قد إيه هو فعلًا بيشوف نجاحات موجودة في حياته، ولمّا يختلف ويحصل التفرقة والتمييز ما بين الbeing والdoing دي، بيقدر يتنقل بقى لفكرة أنا باعمل الحاجة دي بطريقة بتخلّيني كذا، كذا، إمم، فهيحاول أكتر إنه هنا أحوّلها لسلوك، إمم. مش على قد إنها حاجة ملتصقة بيه، فدي أنا باشوفها إنها بتبقى نقطة مهمة جدًا لوجود الcoaching كمان وده اللي باطلع معاه في جلسات كتيرة أوي، إمم. حتّة الهوية دي.